السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة حسن رضوان التعليمية. النهاردة إن شاء الله نتطرق لموضوع وهو تفعيل حساب أوفيس 365 وده يهم جميع المعلمين. بنفتح أي متصفح سواء كان موزيلا فايرفوكس أو كان انترنت اكسبلورر أو كان جوجل كروم، أي متصفح نفتح المتصفح وندخل على صفحة جوجل وبنكتب بيانات المعلم، بيانات المعلم، بيانات المعلم أو الموظف. نختار صفحة وزارة التربية والتعليم، بيانات المعلم أو الموظف، نختار معلم أو موظف وبنكتب كود المعلم والرقم القومي وكلمة السر. نكتب مع بعض تسجيل الدخول. صفحة زميل لينا في أسفل الصفحة بنلاقي طبعا في البداية تسجيل التدريبات اللي حصل عليها المعلم، بيانات الحالة، طباعة بيان حالة، والبريد الإلكتروني. نضغط على الاطلاع على البريد الإلكتروني. هنلاقي الوزارة موفرة للمعلم البريد الإلكتروني وكلمة السر. هنضغط على تسجيل الدخول على البريد الإلكتروني اللي بيفتح علامة تبويب جديدة فيها هنلاقي فيها ان احنا مطلوب مننا ندخل البريد الإلكتروني وكلمة السر. هناخدهم نسخ ولصق. ننسخ البريد الإلكتروني بالضغط عليه، ناخد كليك يمين ونسخ ونضغط على علامة التبويب الأخرى ونيجي هنا نضغط كليك يمين لصق. كذلك الأمر بالنسبة لكلمة السر، ناخد برضه نسخ ولصق ونضغط على تسجيل الدخول، تسجيل الدخول. يلزم توفر معلومات إضافية. يطلب من المسؤول منك إضافة معلومات أمان إضافية على استرداد حسابك، مساعدتك على استرداد حسابك. نضغط على التالي. نلاقي أننا نحتاج إلى على الأقل خطوة واحدة من الخطوتين، هو المصادقة عن طريق الهاتف أو عن طريق البريد الإلكتروني. نختار مثلا الهاتف. قم بالإعداد الآن. تحديد البلد، نحدد البلد مصر طبعا. ندخل رقم الهاتف، ندخل مثلا يطلب مني ارسال رسالة نصية او الاتصال بي. طبعا نختار ارسال رسالة نصية. طبعا الموقع بيرسل رسالة على التليفون اللي تم ادخاله، عبارة عن كود للتأكيد مكون من 6 أرقام. بندخل الكود اللي هو الأرقام اللي في الرسالة ونضغط التحقق من الصحة. نلاقي انه وضعت علامة صح على الهاتف دلالة على انه تم المصادقة عن طريق الهاتف. عن طريق البريد الإلكتروني بيدخل على البريد الإلكتروني، عنوان البريد الإلكتروني، وبيبعت رسالة على البريد الإلكتروني فيها نفس الموضوع. يعني بيبعت رسالة على البريد الإلكتروني فيها كود بيتم إدخاله
نفس الحكاية يعني. فاحنا نرجع وناخد انهاء، نكتفي بالمصادقة عن طريق الهاتف وناخد انهاء. نختار اللغة ولتكن اللغة العربية زي ما هو متحدد، ونحدد المنطقة الزمنية. طبعا المنطقة الزمنية بنختار القاهرة، نضغط حفظ. دي طبعا واجهة البرنامج، وبكده بيكون تم تفعيل الحساب. وعن طريق الحساب ممكن ان ندخل صورة، وممكن ندخل على تطبيقات اوفيس 365 ونشوف واجهة البرنامج، ونشوف ممكن البريد الالكتروني، يديني بريد الكتروني او نوت بوك والتقويم وبعض الاشياء المفيدة جدا، وان درايف والاشخاص اللي ممكن نعمل معهم دردشة او اتصال بيهم واتصال بالفيديو واشياء كتيرة جدا. ممكن كمان نحمل تطبيقات الاوفيس الاصلية على جهاز الكمبيوتر عندنا للاستفادة بيها. وبكده بيكون اتفعل حسابك على اوفيس 365. وان شاء الله نلتقي معكم في درس جديد وفيديو جديد ازاي نتصل بالسبورت او الدعم في الوزارة، ازاي نتصل بالسبورت او الدعم في الوزارة للابلاغ عن ان فيه مشكلة في البريد الالكتروني او كلمة السر. ان بعض الزملاء يدخل على الصفحة بتاعته وبينسخ كلمة البريد الالكتروني وكلمة السر، ما بيقدرش يدخل وبيحصل مشكلة. فده لازم يتصل بالسبورت او الدعم في موقع الوزارة لتغيير رقم السر. فان شاء الله باذن الله نشوف فيديو جديد ازاي يتم ده، وشكرا جزيلا.